عليه افضل الصلاه والسلام كان في يوم داخل يصلي عند الكعبه، فابو جهل قال له لو انت دخلت وسجدت قدام الكعبه هدوس على راسك. النبي تجاهل كلامه وكمل لغايه الكعبه وبدا ينوي للصلاه. ابو جهل قال له تاني لو انت سجدت عند الكعبه هجمع اهل قريش كلهم وهدوس على راسك قدامهم. النبي وقف وبدا بالصلاه، نادى كل اهل قريش وجمعهم. بعد كده راح اتجاه النبي وقرب منه بس فضل واقف ساكت ما بيتحركش. اهل قريش بيقول له الرسول قدامك وانت ما دوستش على راسه. ابو جهل رد عليه قال له لو شفت اللي انا شفته هتبكي بدل الدموع دم. فاهل قريش سالوه ايه اللي انت شفته؟ بينه وبينه خندق من نار واجنحه. بيقول بعد الواقعه لو فعل لاخذته الملائكه عيانا. سبب نزول الايه فليدعو ناديه سندعو الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب. جهل لما لقى الرسول هيسجد فقال فليدعو ناديه ونادى على اهل قريش كلهم. رب العالمين رد عليه وانت جمعت اهل قريش فانا هجمع لك ملائكه العذاب. قوله تعالى سندعو الزبانيه. وانا قال للنبي اسجد ولا تطع فسوف احميك. بقوله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب. والله اللي ربنا معاه وحميه ما يخافش من اي حاجه في الدنيا.